الفراعنة كفرة في المطلق صعبة أوي يا صديقي، والحديث في النقطة دي شائك جدا، ولكن شخص ما لعب في إعدادات التاريخ وخلانا نصدق نظريات كتيرة جدا لمصلحة إيه ومين ما نعرفش. أقنعنا إن المصري القديم كان كافر رغم إن نزل فيهم مجموعة من أهم الرسل والأنبياء، وأقنعنا كمان إن عمر البشرية 10,000 سنة، وإن عمر الآثار المصرية ما يقرب من 7,000 سنة، وعمر الأرض لا يتجاوز 3 مليون سنة. ولكن فيما بعد نكتشف إن عمر آثارنا المصرية أكتر من 12,000 سنة، وفي مرويات أكتر من 70,000 سنة. واكتشفنا من الحفريات يا صديقي إن عمر الأرض تجاوز 4,000,000,54 مليار سنة يا صديقي. وعاوز أقول لك على حاجة، ده ما تم كشفه حديثا من بعض الحفريات والنيازك، يعني فيما بعد ممكن نكتشف عمر أكبر للأرض. وكأنه بيشكك في حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه خلق كوكب الأرض من أكثر من 4 مليار سنة، وجاء في آخر 110,000 سنة من عمر كوكب الأرض تقريبا وفكر يخلق لها إنسان عاقل إيه أو إنسان بدائي إيه أو أهبل. ولو فرضنا ده فإحنا عندنا هنا مشكلة مع المرويات ومع الديانات السماوية. أكدت إن الإنسان الأول هو سيدنا آدم، وكان سيد العاقلين، ده كان نبي، واللي تشابه مع المصري القديم في اسم أتون، اللي يقال إنه في صفاته كان هو آدم عليه السلام. لو مش عاقل وهمجي وبدائي، إزاي ربنا سبحانه وتعالى كلفه بالرسالة وهو الإنسان بيتطور ولا بيضمحل جسديا وفكريا علشان يضمحل من سيدنا آدم الإنسان العاقل ليتحول إلى الإنسان البدائي ويرجع تاني إلى الإنسان العاقل؟ هنا فجوة زمنية مش مفهومة. المرويات بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل أكثر من 125 ألف نبي ورسول. ولاحظ هنا كلمة أكثر يا صديقي إن هي كلمة مطاطة هرب بها بعض المفسرين الكبار والمؤرخين إلى بر الأمان. إننا مش قادرين نحصر عدد الأنبياء والرسل الفعلي بطريقة دقيقة، فهنا هنحطها في كلمة أكثر، وممكن يكونوا أكثر بكثير. 125 ألف نبي ورسول عرفنا منهم أو حصرنا منهم فعليا ما لا يتجاوز عن 120 نبي ورسول فقط، يعني أقل من 1% يا صديقي. فأين معرفتنا من العدد الهائل ده من الأنبياء والرسل؟ ونزلوا على مين؟ في الفراعنة تأكدنا فيهم من وجود نبي الله إدريس، أول من خط بالقلم، وهو الأقرب إلى اسم إزوريس في الحضارة المصرية القديمة، اللي علم الناس الكتابة ولبس المخيط والتقويم الشمسي والنجوم والفلك. ونبي الله موسى تاني الأنبياء المعروفين اللي نزلوا في الفراعنة، نبي الله موسى، واللي تم تأكيد أو بلاش تم تأكيد في شبهات إنه نزل في محافظة الشرقية، وتم تسمية أحد الأنهار ببحر موسى في قرية قنطير مركز فاقوس شرقية بسبب قصة اليم الشهيرة في القرآن الكريم. وهيئة الآثار المصرية بالفعل قالت إن ده مجرد اجتهاد عظيم جدا، يعني مفيش دليل للإثبات ولا كمان دليل للنفي. وسيدنا يوسف وسيدنا عيسى وغيرهم اللي ما نعرفهمش من الأنبياء والرسل اللي نزلوا للمصر القديم. خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سنة 1447 هجرية، وآخر نبي قبل سيدنا محمد خاتم الأنبياء كان سيدنا عيسى من سنة 2025، قبله ب 578 سنة يا صديقي. فلو خدنا تتابع الرسل بهذا المتوسط الزمني وضربناه في 125 ألف نبي ورسول،
شوف المدة الزمنية قد إيه. بخلاف إن بعض المؤرخين قدروا عمر رسالة سيدنا يوسف من سنة 1600 ما قبل الميلاد إلى 1700 ما قبل الميلاد. فإحنا جايين في آخر 4000 سنة يا صديقي ندعي فهمنا بكل شيء عن الحضارة المصرية القديمة، ونؤكد إن هم كانوا أهل إيمان ولا كانوا أهل كفر. وأغلب العلماء رجحوا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يترك أمة بدون نذير. أمال هيحاسبهم يوم القيامة إزاي؟ وما هي الحجة؟ أرسلت لكم رسل وأنبياء. علشان كده منطقي جدا إنه يكون نزل في المصري القديم رسل وأنبياء كثير غير اللي احنا عرفناهم، سيدنا إدريس، سيدنا يوسف، سيدنا موسى وأخيه هارون، سيدنا عيسى. المصري القديم مر ب3 مراحل عقائدية. المرحلة الأولى هي التوحيد الغريزي، وده كانت قبل الدولة القديمة جدا. كانت المعتقدات بسيطة وبتتضمن الإيمان بإله واحد. المرحلة الثانية تعدد الآلهة، أشهر مرحلة في الحضارة المصرية القديمة، ولكن كمان دي لا تنفي إيمان المصري القديم، لأن هنلاقي فيهم برضو رع وإيزوريس وإيزيس، واللي نسبنا أحد صفاتهم لسيدنا إدريس، وحورس وآمون، وده موضوع كبير أوي يا صديق. بعض العلماء قالوا إنه ممكن يكون خطأ بسيط في الترجمة يحول قراءتنا للآلهة من آلهة إلى أنبياء، وده شيء وارد. فيبقى هنا تعدد الآلهة في الحضارة المصرية القديمة مش موجود، وكانوا بيعبدوا بالفعل إله واحد. وبعض المرويات القديمة يا صديقي بتؤكد لنا إن خنم خوفو ترجمتها المصرية القديمة تعني الإله جل جلاله. إذن هنا إحنا ملمومين حول عقيدة التوحيد. وذكر مانيتون المؤرخ الكبير، ذكر إن الحضارة المصرية القديمة بدأت من 12,000 سنة، وبدأت بعقيدة التوحيد، رغم إنه قديما شوية قالوا لنا الحضارة 4000 سنة، وبعدها طولناها ل7000 سنة، وبعدها قلنا 12,000 سنة. والله أعلم بعد كده هنكتشف عمرها الحقيقي قد إيه. وفي كتاب الموتى كمان في نص هنا مهم جدا، لغة الخطاب فيه بتقول أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. معلش كده هاتلي بعض الآيات من القرآن الكريم اللي فيها شبهية من لغة الخطاب في كتاب الموتى. وأهم مكتشف عندنا هي متون الأهرام، في نص مهم كمان بيقول أنا الإله واحد أحد موجد نفسي بنفسي ليس كمثلي شيء. هاتلي كمان آية من آيات القرآن الكريم تكون شبيهة للنص ده الموجود في كتاب متون الأهرام للمصري القديم. فموضوع 4000 سنة للمصري القديم اللي بنتمحور فيه ومختلفين عليه، كان مؤمن، كان كافر، كان بيعبد إله واحد، كان متعدد الآلهة، هشبهها لك بجزء بسيط. بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1447 سنة، ونزل فينا نحن. ورغم قصر الزمن ده لو قارناه بالمصري القديم اللي بنتكلم فيه أكتر من 12,000 سنة، فمنا المؤمن ومنا الكافر ومنا الملحد، وشعبنا الفرق الإسلامية، ومنا من كفر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ومنا من سبه. فوارد جدا في فترة 12,000 سنة تلاقي المؤمن، تلاقي الكافر، تلاقي الملحد بالرسالة، تلاقي من اخترع آلهة أخرى، وجايز العكس. فطالما ما في شيء مؤكد لنا وثابت لنا فعليا، فمش لازم نجزم بكفر المصري القديم. واشوفك دايما على خير يا صديقي.